عايزين تعرفوا انا ليه مش عايزه اجيب بيبي تاني؟ مش عايزه اجيب بيبي تاني علشان مش عايزه اجيب حد اعذبه معايا. التربيه دلوقتي بقت صعبه جدا، ويعني بنشوف حوالينا كده حاجات فظيعه من الاطفال اللي حوالينا. الاطفال عايزه اهتمام فوق الوصف. فلما يبقى عندك اكتر من طفل واحد لازم يكون قاعد معاكي حد يربيهم معاكي او يساعدك، وطبعا ده بيكون دور الزوج. لكن لما يبقى الزوج على طول موجود في الشغل طول اليوم وانت قاعده لوحدك، فيبقى الوضع صعب عليكي ان انت تودي طفل حضانه وتسهري بالتاني طول الليل، ما تناميش خالص، وتبقي عايزه تذاكري مع الولد الاولاني وتوديه وتجيبيه، ولو في تمارين او في اي حاجه. فاكيد اكيد الطفل الجديد ده هيتظلم. كلكم بقى، ويعني الاسعار اللي احنا فيها دلوقتي دي كوم تاني. تخيلوا يعني يبقى انت عندك طفل كمان بالاسعار اللي موجودة دلوقتي، والاسعار بتاعه البامبرز وبتاعه اللبن وبتاعه حاجات كتير قوي. غير كمان لما يدخل حضانة يبقى عندك طفلين، واحد هيبقى في مدرسة واحد في حضانة، عايزة تدفعي مصاريف لده وعايزة تدفعي مصاريف لده. فلو انت مش قد الحكاية من دلوقتي يبقى انت هتجيبي طفل هتظلميه معاكي. ما هو مش كل ما حد يجي يقول لي انت مش ناويه تجيبي بيبي تاني، مش ناويه تخوي ابنك، مفيش حاجه جايه في السكه، انتوا مش هتصرفوا عليا يا جماعه. السؤال عندكم سهل، التنفيذ هيبقى عندي انا اللي هسهر، انا اللي هربي، انا اللي هغير البامبرز. احنا اللي هندفع المصاريف بتاعه العيشه، بتاعه اللبن، بتاعه البامبرز، بتاعه المدارس، بتاعه كل حاجه. انتوا ما عليكم غير ان انتوا مش هتخلفي تاني. طب هخلف تاني، انتوا استفدتوا ايه؟ انا مش فاهمه يعني هتاخدوا البيبي تربوه بدالي ولا هتسيبوهولي انا برضو في البدايه في الاخر؟ في الاول وفي الاخر انا اللي هربيه. الاب هيبقى في الشغل طول اليوم وانا اللي هقعد بالاتنين. انا واحده يعني صحتي على قدي. استنى اما البس العدسات دي عشان ايه؟ مش عايزه تتلبس، حتى العدسات مش عايزه تتلبس. اهو. فانا مش حمل منهده، يعني انا كفايه عليا قوي البيبي بتاعي الاولاني، ربنا يبارك لي فيه يا رب وما يحرمنيش منه ابدا. بس انا مش في حمل منهده. انا مش قادره على واحد، هجيب واحد تاني هظلمه والله العظيم، معايا هظلمه. ويمكن كمان تقولوا عليا ان انا مجنونه بفكر في حاجات غريبه، ان انا اجيب بيبي كلنا كده كده هنموت، اجيبه واربيه واخليه يشوف الدراسه المقرفه دي، واخليه لازم يبقى منضبط ويبقى محافظ على العبادات بتاعته، واعرضه للحساب وانه يدخل جنه او يدخل نار انا واحده كنت بقول لماما يا ريتك ما خلفتيني، اجيب عيل كمان اضايقه؟ اكيد ممكن اجيب عيل تاني، بنت ولد اللي ربنا يجيبه كله خير. بس الواحد يبقى واقف على ارض صلبه. محدش فيكو هيساعدني، محدش فيكو هيقولي تعالي نشيل البيبي عنك شويه، خشي نامي واحنا نعمل لك حاجه، احنا اللي هنصرف لك على البيبي الجديد. محدش بيعمل كده. كل اللي انتوا بتقولوه مش هتجيبي حاجه تاني، مفيش حاجه جايه في السكه، هتستفيدوا ايه يا جماعه؟ هتستفيدوا ايه؟ انا نفسي افهم. لما بتسال السؤال ده قررت ان انا اعمل لكم فيديو بقى، علشان ايه؟ اشيره في كل حته كده، واي حد بيفكر انا ليه مش بخلف يعرف على طول. عايزه اسمع للناس كتير بتقول هاتيهم ورا بعض. اللي بيتجابوا ورا بعض ما بتحسيش بالتربيه بتاعتهم، وبتبقى تربيتهم سهله وبتاع. وناس تانيين يقولك لا، لازم البيبي الاولاني يبقى عدى بين سنه وبين البيبي التاني كذا سنه كتير، علشان يبقى مساعدك بعد كده، يبقى متعود يدخل التويلت لوحده، يبقى متعود يعمل كل حاجه لوحده فما يتعبكيش. طيب فين تجارب الناس بقى اللي هي على النت، اللي جايبينهم ورا بعض بيشدوا في شعرهم، واللي بينهم سنين كتير بيشدوا في شعرهم؟ مفيش حد منهم. قلت الحق يعني انا واحده جبانه ما بقدرش ان انا اجازف. يعني ما انا ممكن اجيب بيبي واقول زي ما الناس ما بتقول البيبي بيجي برزقه وبتاع طب لو اتعكيت في الحكايه دي انا في الاخر اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ وكمان يعني الحمل على الاب هيبقى ازيد، المصاريف هتزيد والكركبه كلها هتزيد، واديكوا شايفين الدنيا عامله ازاي من حوالينا. يعني اجيب حد وارضيكوا وفي الاخر تيجي على دماغي؟ انا مش بعترض على حكم ربنا والله، يعني لو ربنا رايد دلوقتي في ظل الظروف اللي احنا فيها دي اكيد مش هعترض. انتوا عارفين قبل كده حصل لي اجهاض، كنت حامل على اللوب وحصل لي اجهاض، ما كانش الحكايه بايدي لان انا ما كنتش عارفه ان انا حامل اصلا، اكتشفت كده بالصدفه بعد ما حصل الاجهاض. فيعني ربنا مش بيتعاند، لو ربنا رايد هيحصل حمل، مش رايد خلاص. لما نقف على رجلينا، لما يبقى في وظيفة كويسة، لما يبقى في اي حاجة تعيشنا حياة مرتاحة، نفكر ساعتها ان احنا نجيب بيبي. انما لو مفيش كل الحاجات دي هنعمل ليه كده؟ ايه السبب؟ ايه الهدف؟ احنا يعني ما وقفناش الخلفة خالص وما عرضناش ربنا، احنا جبنا بيبي والحمد لله. خلاص بقى مش كل شوية تقعدوا
تفهموش ان انا علشان مهتمة المكياجات والحاجات دي ان انا يعني واحدة عديمة المسؤولية، والله لا مش كده. بس يعني مش عارفة اوصفها لكم ازاي. كل واحد فينا بيعمل حاجات اللي هو بيحبها. انا بحب المكياجات، بحب الوصفات، بحب الحاجات دي. غيري بيشوفها ان هي تفاهات. ماشي عادي، يعني حرية رأي. وناس كتير كمان بتبقى شايفة ان الناس اللي شغالين على اليوتيوب او على الفيسبوك او في اي مكان ان هما ناس فاضية، ناس ما بتهتمش غير بالتفاهات وبس، ما بتهتمش بالتربية، بالبيت، بالبتاع. والله ابدا، بنهتم بكل حاجة وعاملين كل اللي علينا وزيادة. بنهتم بعيالنا، بنهتم ببيوتنا، بننظف البيوت، بنعمل زيكم واكتر. حقيقي كل واحد وليه طاقة. يعني انا بشوف ستات بسم الله ما شاء الله عليهم مخلفين، يعني 5 و6 وساعات كمان اكتر، وقادرين ان هم يشوفوا احتياجات كل الاطفال دي، او ان هم مكبرين دماغهم وعادي يعني زي ما تيجي تيجي. انا ما بعرفش ان انا اعمل كده. كل واحد ليه طاقة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني انا ما اقدرش ان انا اجيب كذا طفل واظلمهم في الاخر. طب ما هظلمهم ليه؟ حرام. ما يعني دي اطفال عايزه اهتمام وعايزه فلوس وعايزه تربيه وعايزه حاجات كتير. ايه اللي يخليني اجيب اطفال كتير كده وانا مش قد المسؤوليه دي؟ وفي ناس تانية بتجيب برضو يعني اطفال كتير وفي نفس الوقت بتهتمي بيهم كلهم. وفي ناس بتجيب اطفال كتير وبيكون معاهم امكانيات ان هم يجيبوا بيبي سيتر، ويبقى عندهم دادا، يبقى عندهم شغالة، عندهم طباخة، عندهم بسم الله ما شاء الله. يعني انا والله العظيم ما ببص لحد في حياته، بس يعني كل واحد عنده الامكانيات اللي تقوله انت ينفع تجيب بيبيهات تاني او ما ينفعش. خلاصة اللك الكتير اللي انا عماله الوكوا معاكوا ده، ان انا مش ضد فكره ان انا اجيب بيبي والله. بس هي الحكايه كلها ان الواحد عايز يقف على رجله وقفه محترمه، ساعتها يفكر في الحكايه دي وانه يجيب بيبي تاني ويخاوي ابنه ويبقى عنده اطفال ويبقى الدنيا جميله وزي الفل. نحط الروج بقى عشان ننهي الحوار ده ومحدش يزعل من كلامنا. بس كده خلصنا اللوك بسرعة. لوك سهل جدا، وقلت المعلومة اللي انا كان نفسي اقولها للناس كلها. كنت عايزة امسك ميكروفون كده واقول لكل الناس انا مش ضد الخلفة تاني. انا خايفة من المسؤولية، خايفة اني اظلم البيبي الجديد اللي هيجي. فانا محتاجة اني اقف على ارض صلبة، ابقى عارفة ان البيبي اللي هيجي دوت هيعيش معايا حياة كريمة، مش هبقى منقصاه اي حاجة، مش هأثر بينه وبين اخوه التاني، او يعني سواء اللي هيجي دوت ولد او بنت، مش هأثر بين الاخوات. انا محتاجه اخد نفسي من فضلكم. محدش يسالني تاني، مفيش حاجه جايه في السكه انت لازم تخاوي ابنك والكلام الكتير اللي انتوا بتقولوه. محدش هيعيش معايا التجربه دي، محدش هيقعد معايا في تربيه او في سهر او في تغيير، محدش هيديني فلوس اصرف على العيال الكتير اللي اجيبهم. فمن فضلكم محدش يتدخل في حياه حد، كل واحد يخليه في حاله. لو هبقى حامل اكيد هقول للناس كلها وكل الدنيا هتعرف ان انا حامل وهجيب بيبي جديد. ما فيش يبقى خلاص ما فيش. لو انتوا شايفين ان انا رايي ده غلط انصحوني في الكومنتات، قولوا لي لا هاتي، وقولوا لي التجارب بتاعتكم. اللي عنده اكتر من طفل، اللي عنده طفل واحد، ربنا يخليهم لكم ويبارك لنا كلنا في عيالنا يا رب، ما يحرمناش منهم ابدا، وخلينا نشوفهم احسن الناس اللي في الدنيا ويبقى حظهم احسن من حظنا كمان. شيروا لي بقى كده الفيديو ده في كل مكان عشان كل الناس تعرف وما تسألنيش السؤال ده تاني. ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناة. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.